رساله مهمه جدا، بس المره دي مش للشق الزملكاوي، للناحيه الثانيه لصديقي الاهلاوي. نخش نقول له صلي على النبي. تمام يا باشا. جابوا كده الكابتن اسحاق نيوتن اللي هو بتاع الجاذبيه، واخد بالك انت، سالوه قالوا له يا كابتن اسحاق، دلوقتي ايه العجائب او ايه الحاجات الثانيه بعد الجاذبيه اللي حضرتك مستغربها كده؟ قال لهم النادي الاهلي او العقليه الاهلاويه مش فاهمها. فسؤال يا باشا قال لك طب خلاص تمام، اسالنا كده اسئله وخد بالك انت ونرد على بعض. قال لك يا باشا دخلت على واحد اهلاوي سالته قلت له يا باشا انت نادي مبادئ؟ قال لك يا باشا انا عندي مبادئ، انا ما فيش انا المبادئ انا الميم واليه الاخيره ما فيش. طب انت يا باشا بتمضي لعيب مثلا؟ لا ما فيش ما فيش. ايه ده؟ انت لعيبه بتنقيها اللي ماضيه في الفرق بتاعتها. يعني انت بتسيب اللعيب الفري وتاخد اللعيب اللي متالق مع تمضيه بقى من ورا. المهم ايه؟ قال لك يا باشا خشوا على ايه؟ على سؤال تاني. باشا طب انت بطولاتك يا باشا كلها مثلا حلال؟ لك يا باشا ما فيش احلى من الحلال، انا بطولاتي كلها حلال. طلع الكابتن عبده راح جاي مديله في نص دماغه، اداها له ايه؟ هيد شوت. طب نخش على السؤال بقى ايه المهم. السؤال ايه الجامد؟ واخد بالك انت نادي جمهورك وفي؟ مفيش اوفى مني يا باشا، انا الوفاء ووفاء ذات نفسها، انا كل حاجه يا باشا، انا الدلع كله تمام. طب ماشي اكيد طبعا فريقك ما بياخدش بطولات، كل سنه بياخد 4 بطولات طبعا عارفين مصدرهم ايه. فمفيش يا باشا، هو مسك المنطق عمل له فينش وعدى عليه 3. فانت ما تتكلمش مع واحد هتتعب، لان هو كده وكده في نفس الوقت. سلام عليكم.